السلام عليكم الاخوان. غادي تسمعوا واحد اللاعب سابق ديال فريق الوداد البيضاوي شنو تيقول على المسيره ديالو الكرويه والطريقه باش كيتعاملوا معاه. فالاخوان بزاف ديال المسؤولين كيضيعوا لا كارير، كيضيعوا واحد المستقبل كبير بالنسبه لبعض اللاعبين اللي كيمارسوا داخل البطوله الوطنيه. فوزي عبد الغني في هذا البودكاست كيتحدث على المسيره ديالو، وكان واحد الفريق الماني الاسم ديالو باير ليفركوزن، كان باغي الود ديالو، ولكن منين شافوا المسؤولين ان الفريق جدي وباغي انه يشري هذا اللاعب ويستقطبوا، طلبوا واحد المبلغ انذاك في 2010 ولا 2009 واحد 3 ديال المليون ديال الاورو. وباش ان فريق من اوروبا طلب له هذا الثمن هذا واللاعب باقي صغير ويعني الامكانيه ديالو واش يصدق ولا ما يصدقش، يعني بحال اللي كتجري على داك الفريق الالماني وكتقول له هذا اللاعب راه ماشي للبيع، عوض انك تسهل على اللاعب وتخليه يمشي لاوروبا ويدير مستقبل ديالو ويعود بالنفع ايضا على المنتخب الوطني ويدير واحد الكارير اللي مزيان. انت ساهمتي في انك تحبط الانتقال ديالو. ايضا جات فريق اخر في المانيا وهو بروسيا دورتموند انذاك، وكان داك العام كما يقول فوزي عبد الغني خدا البطوله، كان في المستوى، ولكن تم العرقله ديال هذه الصفقه مره اخرى بسبب هاد المسؤولين واستهتار فقط كيفكروا في المصالح الشخصيه ديالهم، كيفكروا انهم يبيعوه بواحد الثمن اللي كبير ويستافدوا منه. سمعوا شنو كاين. دوز داك الماتش مع ليفركوزن جاو مسؤولين ديال دورتموند، دري صغير طنطنه هذه بغينا نفهم. عرفتي داك الرئيس اللي قال لي جيب في راسك 100 مليون ولا 30 مليون نصيفطك بحال هكا، شاوله طالب 3 مليار. الناس يقولوا لي لا راه باقي صغير مازال خصنا نعلموه، مازال خصنا نديروا ليه، مازال خصنا ندير هذه وهذه وهذه. قال لك لا، وليت تنقول له انا وليت تنبكي والله العظيم بقى عاقل عليها في شومبر تما في الالمان، وتنبكي تنقول له وها العار، تنقول له انا خذوا اللي بغيتو، انا حتى الترونسفير ديالك باش خذوا اللي بغيت وانا خليوني نمشي زعما خلينا ندير. وتنبكي وتقول لي انت اسكت، حنا راه غنبيعوك غادي نديروا لك، انت اسكت. هذه صافي رجعت ما بقى حتى شي حاجه. الناس عاوتاني رجعوا باغيني غير بريطي نمشي لدورتموند، عاوتاني بريطي واحد 6 شهور الى عجبني ديك الساعه يكون عاوتاني البيع والشراء. دورتموند سمعتو مزيان شنو قال؟ بغاتو دورتموند غير بريطي يمشي معار وياخذ فرصه، والمسؤولين مع ذلك ما بغاوش، يعني التعنت، وعندهم كما تيقولوا المصلحه الشخصيه سبقات هي الاولى، عوض يفكروا في المستقبل ديال اللاعب. وهذا الشيء اللي خلى حتى انه يمشي غير معار وياخذ مثلا فرصه ديالو للتجربه ورفضوا ليه. دوز داك الماتش مع ليفركوزن جاو مسؤولين ديال دورتموند، دري صغير طنطنه هذه بغينا نفهم. عرفتي داك الرئيس اللي قال لي جيب في راسك 100 مليون ولا 30 مليون نصيفطك بحال هكا، شاوله طالب 3 مليار. الناس يقولوا لي لا راه باقي صغير مازال خصنا نعلموه، مازال خصنا نديروا ليه، مازال خصنا ندير هذه وهذه وهذه. قال لك لا، وليت تنقول له انا وليت تنبكي والله العظيم بقى عاقل عليها في شومبر تما في الالمان، وتنبكي تنقول له وها العار، تنقول له انا خذوا اللي بغيتو، انا حتى الترونسفير ديالك باش خذوا اللي بغيتو وانا خليوني نمشي زعما خلينا ندير. وتنبكي منين كانوا سباب في الفشل ديال هاد الصفقات غتسمعوا اللاعب شنو تيقول على انه تاثر نفسيا ومبقاش كيركز مع الكره مزيان. السعوديه اللي دينا فيه الشامبيونه بحال انايا فهمتي بحال تني بقيتش باغي نلعب كره ولا نمشي للكونسونطراسيون جديده. هما باغيين ديك الساعه نلعب داك التورنوا، تيقولوا صافي ما غنديوش غير العام الجاي راه غيكون مزيان، هذا راه غيزيد معنا. وهذا مشيت كونسونطراسيون جديده ما عمري ترينت شي نهار، نشد فاني ديال الناس ما تهناش، لان غادي لدورتموند غادي واحد فهمتيني هنايا باغي تلعب باغي دير بزاف الحوايج، غتلقى راسك باغي تاخذ 1000 درهم يعني من حد لاصوم كنتي غتاخذوا مع واحد الفرقه. وداك العام داك العام دات دورتموند دات الشامبيون هذاك العام دات. المهم انا بحال داكشي اثر على راسي بزاف. قلت لك كونسونطراسيون 15 يوم ما عمرنا نط لهم في الصباح، مع تيكون زاكي تيتريني في الصباح وتريني في هذاك في العشيه. ما عمرك نتي اليوم ولا ما كنتيش تقدر تنوض؟ انا ما باغيش نوض، انا فنيده تنشربها مع 4 الصباح، انا ما تنعش مع 4 ماشي دير مشكل باش ما كان باغي ندير المشكل، انا باغي نمشي في حالاتي ديك الساعه فهمتي، تنشرب فنيده مع 4 الصباح 5 الصباح باش نصبح صافي
ما قادش نوض، تنقول لهم مريض عيان مريض عيان. اخبارك الله لي كامل داز لعبت فيه ماتش واحد ديال الشامبيون ديال 2010. خفتيش على راسك تسالي كاري ديك فهاد صافي ما بقيتش تنفكر، واش فهمتيني؟ ما بقيتش قدرت نفكر صافي شويه وانا نجمع راسي تنقول انا تاني غادي نبقى بحال معاك، او خليتي قرايتك خليتي عائلتك خليتي بزاف، وليت انايا فهمتيني بغيت نهضر غير مع راساتي صافي. وانا في الروتور لعبتو كامل توتيلي، جات مع فانت كونترا مع ليكيب ناسيونال فقط صافي قلت انا راه خصك فهمتيني بحال شي واحد فايق مع ليكيب ناسيونال مع فانت كونترا مع ديتي شامبيونا صافي وجات مع عقلت عليك في ليكيب ناسيونال ما شاء الله كنتي ومع فانت كونترا. اذا صافي وفرق انا عارفهم من كاينات فرق عاوتاني في اخرى في الالمان. شكرا بزاف للناس اللي تبعوا هذا الفيديو هذا من الاول حتى الاخر. اللي عجبو بحال هاد الفيديوهات او هاد المحتوى يخلي لنا جيم ويدير واحد متابعه الا كان باقي ما دايرش متابعه. هذا كيبقى لاعب مغربي شاب مارس في البطوله الوطنيه، كتعتبر بحال هاد القصه ديال هاد اللاعب اللي الاسم ديالو فوزي عبد الغني هو مثال ديال بزاف ديال اللاعبين اللي ضاعوا في المستقبل ديالهم في الكارير ديالهم، ما قدروش انهم يحترفوا بسبب سوء التدبير والطريقه ديال التعامل ديال بعض المسؤولين ديال بعض الانديه اللي كيفكروا في المسائل الشخصيه ديالهم او في مسائل اخرى، وما كيفكروش في المستقبل ديال اللاعب وفي التاطير ديال اللاعب والاعطاء الفرصه ديالو انه يحترف في الديار الاوروبيه، خصوصا تيكونوا باقي اللاعبين صغار. هذا مثال ديال بزاف ديال اللاعبين كما قلت اللي ضاعوا في البطوله الوطنيه وكانت عندهم امكانيات كبيره للاحتراف. تحياتي لكم.